هل مرة حطيت فلوس في مكان أو دهب في مكان أو حطيت مهما كان وما لقيتش الحاجات دي مهما دورت وكان في الإمكان؟ طب ما فكرتش كده الحاجات دي راحت فين؟ دورت شمال واليمين وما لقيتهاش؟ معرفتش، صح؟ طيب أنا سامع حد قال لي جملة صح. أيوة انت صح. في ناس هتقول ممكن حد يكون خدها. طب انت لو لوحدك في البيت، اللي قاعد ورا ده هو اللي قال الكلمة الصح، يلي اخدتوه هاتوه. الجملة دي كانت والدتي ساعات بتقولها لي لما حاجة بتختفي ومش عارفين هي اختفت راحت فين مهما دورنا او عملنا. كانت بتقولي ان ستي كانت بتقولها لها. بصراحة انا مكنتش مقتنعة اوي بالجملة دي، بس بعد كده انا ساعات كنت بعملها، والله العظيم ساعات كان في حاجات فعلا بتظهر. القصة النهاردة هنتكلم، هل الجن عنده المقدرة ان هو يسرق؟ يعني الجن يبقى حرامي؟ الجن حرامي، عنده المقدرة ان هو يسرق منك اي شيء، ذهب، فلوس، اي شيء غالي عندك، حتى لو حاجات عادية. مش مصدق صح؟ طب انا بقى هقدم لك الادلة والبراهين علشان تصدق كلامي. اسمع كده ونقول بسم الله. ناس كتير هتقولي لا ازاي انا لو حطيت مثلا فلوس ولا دهب في الدولاب معنى كده ان هيسرقوا؟ لا. هتقولي انت مش لسه قايله ايوه الجن عنده المقدره ان هو يسرق منك الحاجات دي سواء غاليه او رخيصه، بس الجن ما عندوش المقدره ان هو يسرق منك الحاجات اللي انت حاططها في الاماكن المغلقه. لا يستطيع اختراق الاماكن المغلقه. يعني لو حطيت الحاجة وفي مكان مقفول او ذكرت عليها اسم ربنا ما يقدرش ان هو يقرب من ناحيتها. هتقولولي زي ايه مثلا؟ زي درج، زي باب، يعني باب دولاب عادي. فحطها في المكان المقفول ده لا مش هيقدر يخترقها. اما بقى لو حطيتها بقى فوق الشفونيرة، فوق كرسي، فوق الجزامة، فوق اي شيء كده مكان مكشوف، لا خلاص عايز يلعبك هو هياخدها منك. فاي شيء مهم ما تحطوش فوق الاماكن المكشوفة دي ولا الاماكن اللي انا ذكرتها ديت. تمام. لا هكمل لك كمان وهتقولي ده احلى كلام. في ناس هتيجي تقولي طب هو يعني هيستفاد ايه يعني ان هو زي ما بتقولي يسرق دهب، فلوس، ان شاء الله حاجات بسيطة، هدوم، اي حاجة، هيستفاد ايه يعني لما هياخد الحاجات دي؟ يأذيك، يضايقك. هو عنده لذة كده ومتعة في الشر، فهو ان هو ممكن يلبسك في حد تاني علشان تعمل مصيبة. هتقولي ازاي؟ تعالى واسمع. الجن بيحب ان هو المتعة في الشر والفتن وكده. فمثلا انه ممكن حاجة تضيع منك وتبقى دورت وقلبت الدنيا ومش لاقي لها اي اثر، وممكن كمان تبقى المصيبة تبقى ممكن يبقى لوحدك. عشان ايه؟ يعني ما تقولش ان حد خدها كده ولا كده وانتي كلامك يا روشا واخدها في شنك يعني. فيجيلك مثلا في المنام اللي هو الجن المؤذي ده ويجي ويقولك ان الشيء الفلاني او الحاجة الفلانية اللي ضاعت منك عند الشخص الفلاني في المكان الفلاني اللي انت عارفه. فانت بقى تقول ايه؟ طب ما انا دورت في كل حتة، يبقى دي رؤية. وتعملي بقى ان انت شيخ بقى وواعظ وما فيها حاجة يعني ما حصلتش. فانت بقى لما تشوف الحاجات دي صح بقى ورؤية وحاجات، وانا بقى التوتي فروتي واللي انا ما حصلتش بقى. فيجي وممكن تروح للشخص ده او المكان الفلاني وتفضحه وتعمل له مصيبة وتبقى فضيحة وانا شفت منام وتلاقي الحاجة هناك. فكل ده علشان الفتنة والشر اللي بيبقى عند الجن ده ويوقعك فيها. فعلشان كده انا بنصح اخواتي في القناة يعني يقولوا لكل اللي حواليهم وياريت يشيروا الفيديو، اي شيء انت حطه سواء ذات قيمة او حتى ملوش قيمة ما تحطوش كده مرمي هنا وهنا وهنا وهنا. ده انت ممكن المفاتيح تحطها بشهادة ناس، يحطوا المفاتيح في مكان ويجوا يبقوا لسه حاطينها ومتأكدين هما لسه حاطينها وما يلاقوهاش، وبعد كده
يجوا يقلبوا الدنيا ويلفوا ويدوروا كده، وبعد كده يتفاجئوا ان هي موجودة في نفس المكان اللي محطوطة فيه من الاول خالص. طب ايه بقى؟ ما شفتهاش انت في وقتها، ولا حد خدها ورجعها تاني؟ طيب، فانتوا نهاية الفيديو النصيحة ايه؟ النصيحة بتاعت روشا ان انتوا لما تحطوا الحاجات دي ما تحطوهاش على اماكن مكشوفة. هتقولي طب المفاتيح هاجي هحطها ايه يعني، في درج ولا حتى خزنة؟ بلاش استظراف ولطافة يا خفيف. لا، ممكن تحط الحاجة بس تذكروا عليها اسم ربنا، تسموا بالله بسم الله الرحمن الرحيم، او تقولوا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. هتخسر ايه لما تقول كده؟ حتى تقول اجعل لسانك رطب بذكر الله. فتحطوا الحاجات في يا اما اماكن مقفوله زي درج، زي دولاب، زي اي حاجه مقفوله مهما كان، صندوق وكده، هو مش هيخترق الاماكن دي. او تقولوها وتقولوا بسم الله عليها. ادعوا لي دعوه حلوه كده، وما تنسوش النصيحه دي علشان في حراميه كتير.